الأهلي يفقد الصدارة اليوم بعد الوقوع في فخ التعادل مع بتروجيت، ويصبح المركز الثاني برصيد 22 نقطة خلفا لسيراميكا صاحب المركز الأول برصيد 23 نقطة بعد 11 مباراة للأهلي في الدوري. واحنا النهاردة مش هنتكلم إلا على بعض السلبيات اللي احنا هنفضل نعيد ونزيد فيها، وأولها إنك يا شناوي بتزعل لو ما يكونش ليك بصمة في أي حاجة تخلص علينا فيها، وهي أول خروج خاطئ ليك في أول 10 دقايق من الشوط الأول اللي تسبب في هدف فينا، وده صعب علينا الأمر خصوصا قدام فرقة زي بتروجيت لما جابت هدف نمت عليه، وسيد عيد المدير الفني بتاعهم قعد يعمل في تغييرات عشان يعرف يحافظ على الهدف ويحاول يخرج زي ما هو خرج اليوم حتى لو بنقطة. اما بقى بالنسبه لاداء بعض اللعيبه اللي احنا شفنا اللي الاهلي غايب تمام الشوط الاول باستثناء كره تريزيجيه في الدقيقه حاجه و40 لما جت في العارضه كانت كوره جميله، وكانت جت جون كانت هتبقى ليها شكل اجمل بكتير عما احنا شفناه عشان كانت تبقى هدف عالمي من لعبه حلوه جدا. تاني حاجه لما رجعنا بهدف التعادل لما بين رمضان عملها اسيست لجراديشار وجراديشار حطها بجمله جميله، احنا هنا فضلنا نضغط بعديها بس ما عرفناش نجيب الجون التاني وضيعنا اكتر من فرصه، خصوصا كره جراديشار اللي هو اتعملت له من زيزو من الفاول عرضيه واستلمها وقلشها قدام الجون والجون يعتبر فاضي. تاني كوره لجراديشار في الدقيقه 93 في اخر الماتش لما لم الحارس عمر صلاح وفي الاخر جه باصيها للعيب تاني واللعيب التاني باصيها لعيب تالت، في الاخر احنا كجمهور ما استفدناش حاجه وفي الاخر طلعنا متعادلين ومحروق دمنا. وده الماتش الرابع رياس تورب كسب 3-2 في افريقيا، ايجال نوار ذهاب وعوده بهدف في كل ماتش، وكسب الاتحاد 2-1 وده اول تعادل ليه. بس احنا مش هنشيله الليله، لعيبه الاهلي غاويه تحرق دمنا وهو ده الطبيعي بتاعها ان هي تتعب لما احنا نقول ركبنا الصداره وامشوا عدل، عشان انتوا كلعيبه ليكوا اسامي تقيله جدا في الملعب ما بتوروناش ده في الملعب وما بنشوفش الحماس ولا الاستقتال، بتيجوا تزنقوا نفسيكوا في الاخر تحاولوا تكسبوا في الاخر ما نكسبش، وهو ده طبيعه الحال في الاهلي من فتره. وهنفضل نقول ايه تاني؟ اجمد لعيبه في افريقيا في الاهلي دلوقتي، هننتظر ايه؟ خصوصا اللي انت داخل على بطوله مهمه السوبر المصري في بدايه شهر 11، وعندك الماتش الجاي المصري ماتش مصيري ولازم تفوق نفسك عشان الماتش ده هيأثر عليك نفسيا ومعنويا لما تلاعب سيراميكا اللي هو اول الدوري، وبالمنظر ده سيراميكا ممكن يكسبك.